السلام عليكم. ده سور البولونيا رجل غراب بعد السنة الأولى اللي هي سنة تربية الجدر. الصف اللي بره قصيناه من على بعد 2 متر وربع، تمام، عشان يقعد ينبت هنا يقفل. الصف اللي جنبيه نضفنا أول 2 متر وربع عشان يعمل تاج على 2 متر وربع اللي فوق. يبقى أول واحد هيعمل لي تاج او هيعمل لي افرع كتيره في اول 2 متر وربع. طبعا احنا في اول فبراير فالورق كله واقع، المفروض ما يبقاش فيها ورق خالص، تمام. وادي الصف التاني اهو. طبعا يعني بص كده اهو مفيش ورق، بس انا مش هعرف امشي محالك لما كان فيها الورق اهو. قصيناها اهو من على بعد 2 متر وربع، حتى الافرع اللي طالعه سويناها تماما 2 متر وربع، والعكس صحيح. كده عندي اول 2 متر وربع هنا اتقفلوا. طبعا بقى طالع على عودين، بص كله طالع على عودين كله. دي 1 2 3 4 اللي بعديها عود واحد، اكتره طالع على عودين. هيقفل. طبعا في كام واحدة فاقد هنعوضهم، تمام. اللي جنبه العكس، هطلع من بره بقى. لا اهو في كده اهو، اللي جنبه اهو 2 متر وربع نضاف، وادي يجي متر وربع تاني، يعني وصل 3 ونص 4 دي. اللي فوق سايبه، وبرضه اي حاجه هتطلع بقى هنا هننضفها. يبقى انا عندي تاج اهو. طبعا الكاركتر اهو شغال هناك الخدمه الشتويه. ادي التنظيف اهو. ده كده الافرع اللي اتنضفت من تحت. نطلع بره عشان تبان الصوره برضه اهو، تمام. اللي جوه اهو، ادي شجره اهي واضحه جدا اهي. كل الافرع دي هتطلع ورق وهتخضر 2 متر وربع. حلو. اللي بره دي فاضي 2 متر وربع، وهتطلع 2 متر وربع فوق. يبقى اول 2 متر وربع قفلوا، وتاني 2 متر وربع قفلوا. اعمل بقى الشجر اللي جوه اللي انا قطعته من على وش الارض. هربي ساق 4 متر ونص فاضي، ويبقى التاج في ال 2 متر وربع اللي فوق اهو. ادي الصف اهو، ادي سور بولونيا يعتبر في الشتاء